السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في مطبخ شيزان تجدني. دلوقتي هعمل معاكم طريقة عمل الكريب الحادق، ويا ريت اول مرة تشوفيني تدعميني بلايك ودعوة حلوة ويساعدني جدا جدا الاشتراك في القناة، واهم حاجة اللايك يا جماعة. عايزين نفعل الفيديو. دلوقتي عندي المكونات اللي عندي هنا التوبنج، عندي نص كيلو فراخ، وعندي فلفل وبصل الوان، فلفل الوان وبصل ومقطعهم جوليان، وعندي طماطم على قد حبيتين طماطم، وعندي هنا التوابل بتاعتي. الاول هعمل عجينة الكريب. عندي معلقة ملح وكوبايتين دقيق ما يعادل 400 جرام. الكريب عموما لازم العجينة تكون سايبة، فانتي هتضاعفي المية، يعني هياخد حوالي اذا كوبايتين مية وكوبايتين ونص مية او 3 كوبايات مية. والعجينة بتكون سايبة، هتقلبيها كويس كده حسب نوع العجين. هتقلبيها كويس جدا، وبعدين هتضيفي مقدار نص فنجان زيت وهسيبها ترتاح. التوبنج اللي انت بتحبيه اللي هتستعمليه في الحشو ايا كان كده، هنزل بكمية الدقيق اللي باقية وهقلب كويس كده، وبعدين هصفيه واركنه حوالي 10 دقايق. لازما يرتاح على الاقل من 10 دقايق، دي ربع ساعة بالكتير خالص، 7-8 دقايق لو ما فيش وقت معاكي على ما تخلصي التوبنج. بيكون العجينة ارتاحت معاكي اللي هو الحشو كده. هقلبها كويس واصفيها واسيبها حوالي كده. ضفت بقى الدقيق، اهم حاجة يتنخل، وممكن تبدلي المية باللبن، وممكن تبدلي الزيت بمعلقة زبدة، وممكن تدي لو انت عايزه تضيفي بيض. انا ما بعملوش ببيض، ممكن الكميه دي تاخد 3 بيضات كده. هضيف ربع نص فنجان زيت ما يعادل 3 معالق زيت. وبعدين هسوي معاكم التوبنج اللي عندي نص كيلو فراخ كده. خلاص هصفيه واسيبه على جنب. بصي العجينه بتعمل خيط معايا كده وتنزل سايبه معاكي، يبقى كده خلاص. حسب الكمية وحسب عدد افراد الاسرة ممكن ان هي تعمل معاكي دي حوالي 10 وحدات كريب، وخفيف وجميل. وممكن تستعمليه كمان في عمل فاهيتا، رغيف للفاهيتا. عندي هنا نص كيلو فراخ وحطيت عليه معلقة توم مفروم وفلفل الوان وبصل متقطع جوليان كده. نزلت بالفراخ وضفت حوالي 3 معالق زيت المتوفر عندك، المادة الدهنية ان كانت زيت او سمنة. نزلت بنص كيلو الفراخ، سبتها تشمع كده، وبعدين هنزل عليها بالبصل يدبل معايا كده وياخد اللون الفضي. انا مش عايزاه يتهري جامد. وبعدين هنزل عليه بالخضار، باقي الخضار مقطعاه جوليان. الفراخ ممكن تقطعيها كلوبس اللي هي مكعبات، او جوليان كده شرايح، او التوبنج اللي انت عايزه تضيفيه اللي تستعمليه، ان كان سوسيس، ان كان في لحمه مفرومه، ان كان عندك في لحمه وتقطعيها رفيع ايمانسيه زي الفراخ كده، وتسويها مع بصل وتوم نفس الطريقه، وتعمليها حشو وتضيفي لها جبنه موزاريلا وجبنه شيدر، الجبن المتوفره اللي بتفضليها. هنا ضفت التوابل، عندي بابريكا، كمون، ملح، فلفل اسود وكزبره ناشفه وكمون وفلفل اسود وبابريكا. لو عندك مكعب ماجي بتضيفيه، وتوابل اللحمه. هنا خلاص كده استوت معايا، وهشيلها على جنب. وهعمل معاكم الكريب. تدهني الصينيه زيت، اول ما تسخن معايا توطي عنها، وطي البوتاجاز، عين البوتاجاز. وبعدين هنزل همسح الطاسه بالزيت، نص معلقه شاي، هي نقطه زيت بس، وتمسحيها في الطاسه، ما تكتريش زيت عشان ما تلساش منك.
انا عايزه الكريبايه ماسكه نفسيها، لو زودتي الزيت هتلاقيها عملت معاكي وطريت جامد تتلسع منك. وهتجيبي خله المتوفره عندك من الجناب كده وتسلكيها من الطاسه من الجناب داير ما يدور، وبعدين تقلبيها وتخلي بالك اوعى تتلسعي. لو مش عارفه بايدك ممكن اسباتوله. انا بقلبها بالطاسه ما بقلبهاش بايدي، وهقلبها على الناحيه التانية. اول ما تتشمع كده بتروحي جايه قلبها، ما تديهاش لون، لان لو اديتيها لون هتيجي تعمليها، لما تيجي تعملي التوبنج عليها هتتحمق معاكي وتاخد لون زياده. بصي ما شاء الله. ولو لسه ما دعمتنيش بلايك يا ريت تدعميني بلايك وتشتركي معايا، يسعدني جدا جدا تشتركي معايا في القناه وتدعي لي بدعوه كويسه وتدخلي تصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. وبعدين كده انا عملت الكميه كلها معايا الكميه كلها عملتها على معايا، بحيث اللي ما يشافش الفيديو من الاول ممكن ان هي تتعلم وتعمل، وحاجات سهلة جدا وبسيطة. وتدخلي تجربي الاول بكمية قليلة كوباية دقيق، وتجربي يعني 3 قطع 4 قطع حسب ما تتعودي، مرة في 2 مرة في التانية هتبقى كل حاجة معاكي جميلة. لازم نجرب ونتعلم. انت لما تيجي تشتري الحاجة دي من بره هتشتريها بالشيء الفلاني، الحاجات اللي بتعملها في البيت بتبقى نظيفة، بتبقى واثقة فيها. الحاجة غالية دلوقتي، فانت بتحاول ان انت بتدبري نفسك، واكلة سريعة وفي نص ساعة تستعمليها تخلصيها. الولاد بيحبوا الحاجات دي. جاية مستعجلة في الشغل تيجي تعمليها ما تكملش معاكي نص ساعة. نفس الحكاية تنفع وجبة عشاء. ممكن تحضري كمية الكريب، بس لو انتي تحطي عازل بين كل قطعة والتانية منديل بلاستيك او ورقة زبدة، وتكيسيهم كويس وتشيليهم في الفريزر. بس تشيليهم على حاجة عشان العجينة ما تتكسرش، عشان العيش الكريب ما يتكسرش منك. وتطلعي منه حسب الكمية اللي انت عايزاها. يعني مثلا لو عملتي 20 قطعة وتقسميهم خمسات في كل كيس، بس كل بين واحدة والتانية، واحدة كريب والتانية عازل تحطيها في منديل او تحطيها في كيس وترصيهم على بعض وتحطيهم في حاجة، في صينية او طبق واسع. ينفع كمان تعمليه كالينولي، تلفيه رول وتعمليه كانيلولي وتعملي له مكرونه بشاميل وترصيه في صينيه وتدي له جبنه موزاريلا على الوش وتدخليه الفرن. وينفع لي سندوتش الفاهيتا، هو جميل وعامل زي العيش السوري. وممكن تعمليه حلو، انا مقلله الملح، ممكن تعمليه حلو. تعملي له توبنج فروت سالاد وتدي له ايس كريم وشوكولاته وتدي للولاد حاجه مسكره. هنا هنزل باللوج التاني وهعمل معاكي الكميه كلها كده من جناب، تلف الصينيه كده داير ما يدور. لو عندك الفراده بتاعت الكريب اللي هي الخشب اللي عامله زي حرف تي كده، بتجيبيها من عند اي بتاع ادوات منزليه، هي ما يعادل حوالي 35 جنيه او 25 جنيه حاجه زي كده، وتفردي بيها. ما عندكيش المتوفر عندك تلفي ايدك كده وتعمليها. ده بيستعملوها في المحلات بحيث ان هم بيمارسوا المجال نفسه، فبتكون عندهم الادوات بتاعتهم. يا رب يا رب كل حاجة اعملها يا رب تنول اعجابكم. كده قلبتها الناحية التانية. هنخلص الكمية كلها. انا ما قطعتش الفيديو بحيث ان الكل يستفيد معايا. انا كان ممكن اعمل 2 أو 3 وبعد كده اعمل الكمية كلها. بصي خدت لون جميل ازاي جريتان.
وطعمه جميل جدا، وجبة سريعة. انت عايزة تغيري التوبنج بتاعك، عايزة تغيري التوبنج، تعملي بطاطس محمرة وجبنة ممكن تعملي سوسيس، ممكن تعملي فراخ، تعملي لحمة مفرومة، تعملي جبن، ميكس جبن، اي نوع. شوف بصي عملتي بسم الله ما شاء الله تبارك الله، عملتي كمية جميلة جدا. عملت حوالي 13 قطعة او 14 قطعة كده. هعمل 3/4 كده، هعمل الفينش الاخير واعمل الحشو بتاعنا واحشي الكريب. هنا تتني ال الكريباية 3/4 وتخليها مقلوبة، بحيث التانية تفردي عليها لو عندك كاتشب او مستردة او مايونيز، حسب اللي الولاد يفضلوه. انا هنا عملت صوص عندي كده، رحت جايبه طماطم وعملتها قصرتها على النار وضفت لها ملح وفلفل وكمون وتوابل، اديتها طعم زي عجينه البيتزا بالظبط، ورحت زي صوص البيتزا بالظبط، ورحت جايه ايه عاملاها سوري. وبعدين هفرشها كده بدل الكاتشب والمايونيز المستردة، حسب اللي انت عايزاه، الصوص اللي انت عايزاه، الدريسنج اللي انت بتحبيه. هاتنيها كده، ضفت التوبنج الفراخ وبعدين ضفت الجبنه، وكميه الجبنه اللي انت عايزاها اللي انت بتحبيها وتفضليها ضيفيها. وهقلبها الناحيه التانية. بصي خدت لون جريتان جميل ازاي. الطاسه ما بتضيفيش فيها زيت كتير، هي نقطه واحده وتمسحيها بمنديل عشان ما يبقاش مزيت معاك ويبقى تقيل، لان الجو حر واحنا عايزين وجبه خفيفه. الصيف بيحب الوجبات الخفيفه قليله الدسم، ما يكونش فيها دهون كتيره، على قد ما نقدر نقلل. كان مشوي، ان كان سوتيه، ان كان حاجات خفيفه، وجبات سريعه زي كده سندوتشات. كده خلاص، كده هكمل باقي الكريب معايا وفنشه كده، بحيث اللي ما شافتش وعايزه تتعلم معانا وتشوف وتعمل وتجرب، ده مش عيب. جربي بكوبايه دقيق صغيره وشوفيها وجربي وادخلي واعملي. ممكن تعمليه حادق وممكن تعمليه مسكر. لو هتعمليه مسكر لو هتعمليه مسكر قللي الملح ورشة صغيرة، وبعدين بتستبدليه بمعلقتين سكر او عسل ابيض. انما ده الحادق بديله معلقة ملح كده خلاص. واول مرة تشوفينا بصي كمية قد ايه ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، عملت كمية حلوة. ويا ريت اول مره تشوفيني تدعميني بلايك وشير وسبسكرايب واشتراك في القناه ودعوه كويسه، وما تنسيش اللايك عشان يترفع الفيديو عندي، لان عندي نسبه اللايكات قليله جدا. يا رب نول اعجابكم. بصي هنا عملت شيبسي، بطاطس محمره مع طبق مع قطعتين حسب الوجبة اللي أولادك بيحبوها، مع شوية مخلل، والدريسنج اللي عندك اللي بتفضلي، إن كان مايونيز، كاتشب، مستردة، حسب ما الولاد بيحبوا. ممكن تعملي لهم ميكس دريسنج اللي هو مايونيز على كاتشب، ويبقى جميل جدا ومع بعضه. ممكن شوية سلطة، ممكن طبق سلطة معاه، يبقى عشاء خفيف أو غدا. فوجبة سريعة ومفيدة ونظيفة وبتعمليها في البيت، ما بتكلفش معاكي كتير. لو جيتي رحتي مطعم او جبتي حاجة برا من حاجات دي بالشيء الفلاني، اقل واحدة دلوقتي حوالي 50، لو باللحوم او الفراخ هتلاقيها غالية جدا. اقل كريباية دلوقتي 20 جنيه او 15 جنيه بتاعت البطاطس. فانت هتعملي حاجة خفيفة للولاد وحاجة نظيفة، صدقيني موفرة جدا.
وما تنسيش اللايك، ويسعدني جدا جدا انك لو اول مرة تشوفيني او بتشوفيني وبتتابعيني تدعميني بلايك، واللي ما بيشوفني الاول مرة يشوفني يدعمني بالاشتراك، ويسعدني جدا يشتركوا معايا في القناة. وان شاء الله مع الف سلامة، يا رب كل حاجة اقدمها تعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في مطبخ شيزان تاج الدين. مع الف سلامة، ويا رب نول اعجابكم، ومع الف سلامة في رعاية الله.